تخيل معايا محامية قاعدة جوه عربية مغطية ودانها بإيديها والرصاص عمال يطير حواليها من كل ناحية. الناس بره بتضرب نار على بعض وهي مرعوبة ومش عارفة هتطلع عايشة ولا لأ. والغريب بقى إن دي مش صدفة، دي شغلانتها. ريتشل بتلم ديون بمليار دولار من ملياردير مجنون اسمه سالازار، واللعبة بينهم مفيهاش هزار خالص. تفتكروا إيه القصة وإيه اللعبة دي؟ قبل ما نعرف بقى ونجيب الزتونة من الأول، ما تنسوش تعملوا اشتراك في قناة الخلاصة فيلم وتفعلوا الجرس وقولولنا في التعليقات عايزين نلخص فيلم ايه المرة الجاية. ويلا ركز معايا عشان هنجيب الأحداث من البداية. الحكاية كلها بتبدأ قبلها بكام يوم في جزر الكناري، لما براكستون واللي بيكون المرشد بتاع ريتشل بيقابل الملياردير سالازار. سالازار عليه دين بمليار دولار لراجل اسمه جولدستين، وبراكستون جايب له الورق عشان يمضي. وفعلا سالازار بيمضي وبيوافق يدفع المبلغ كله بالفوايد. وبعدها أولسون رئيس الأمن بتاعه بياخد براكستون والحارس الشخصي بتاعه عشان يوصلهم للفندق. وفي الطريق براكستون تليفونه مفهوش شبكة، فبيوقفوا في حتة عند جبل عشان يعرف يتكلم. وأول ما بيلقط شبكة بيكلم بوبي المديرة التنفيذية عند جولدستين، وبيقول لها إنه خلص الصفقة كلها، وهي مش مصدقة نفسها من الفرحة. وفجأة من غير أي مقدمات أولسون بيطلع مسدسه وبيقتل الحارس الشخصي في لحظتها. براكستون بيتجنن وبيحاول يفتح الباب ويهرب، لكن أولسون كان قافل العربية بالريموت، وبعد ما بيلعب بيه شوية بيفتح له الباب. وبراكستون بيجري، لكن للأسف أولسون بيضربه بالنار هو كمان. وساعتها أولسون بياخد الورق اللي اتمضى وبيكلم سالازار وبيقول له العقد كده اتلغى. ومن هنا بقى نروح نيويورك، وريتشل داخلة مكتب بوبي زي القطر من غير استئذان. بتكون متعصبة جدا عشان بوبي ما بعتتش حماية كافية لبراكستون، وبتقول لها أنا هاخد قضية سالازار بنفسي. بوبي ما بتحبش ريتشل أصلا وشايفة إنها غالية، لكن مفيش قدامها حل تاني، فبتوافق تدفع لها 10% من المبلغ وكمان 10 مليون دولار مقدم. وفي نفس الليلة ريتشل بتقعد تذاكر الملف وبتكشف إن سالازار مستخبي ورا مئات الشركات الوهمية وأسماء مستعارة. عشان كده للأسف محتاجة تهاجمه قانوني وغير قانوني في نفس الوقت. الموظفين بتوعها بيمسكوا الجزء القانوني، وهي بتجيب 2 متخصصين للشغل اللي مش تمام. الأول برونكو، واللي بيكون قائد فريق متخصص في الخطف والترهيب والتخريب، والتاني سيد، والفريق بتاعه شاطر في الرشوة والفساد والمراقبة السرية. وتاني يوم ريتشل وبرونكو بيروحوا المركب هورويتس المحامي بتاع سالازار. في الأول بيعملوا نفسهم عملاء عاديين، لكن أول ما بيجيبوا سيرة سالازار هورويتس بيترعب وبينادي على فرد الأمن. وأول ما الحارس بيدخل برونكو بيهدده إنه هيقتله وهيملى الحيطة بدمه. وساعتها هورويتس المرعوب بيوافق يسمعهم، وريتشل بتقوله عايزة لستة بكل الشركات الوهمية بتاعة سالازار، لكنه بيرفض وبيطردهم بره المكتب. وبعدها برونكو وبيكر بيسافروا على جزيرة سالازار عشان يبدأوا يخربوا مصالحه ويجهزوا قعدة ليهم. ومن ناحية تانية سيد في السعودية بيبلغ السلطات بشكل مجهول عن فندق سالازار، وبيطلع إنهم بيبنوا حاجة أكبر بكتير من التصريح، فالحكومة بتوقف البنى فورا، وده بيخلي المشروع يخسر 4 مليون دولار كل أسبوع. وهورويتس بيتجنن وبيشك إن ريتشل ورا الموضوع ده. بعدها سيد بيروح موقع البنى وبيعمل حادثة متعمدة بعربيته في عربية المشرف، وجوتشي صاحبه بيعمل نفسه دكتور وبيكشف عليه وبيقوله لازم تاخد 6 أسابيع أجازة مرضية، وبيرموله فلوس رشوة في العربية، والمشرف بيعد الفلوس وبيوافق يختفي بالحجة دي. وفعلا بعدها بشوية هورويتس بيجيله تليفون إن الحديد بتاع المشروع اتحجز عشان الورق مش مظبوط، وده هيكلف سالازار 5 مليون زيادة كل أسبوع. وفي نفس الوقت برونكو وبيكر متنكرين كعمال في منصة البترول بتاعت سالازار. بيكر عايز يدمر الشحنة بتاعت بكرة، لكن برونكو بيقوله لأ، احنا هنعمل تغريب صغير محدش يكتشفه غير بعد شهور. وبيركبوا جهاز صغير في محبس، والجهاز ده بيوقف المنصة كلها في ساعتها. وسيد بيبلغ مفتشين السلامة والمنصة بتبدأ تخسر نص مليون دولار في اليوم. وساعتها سالازار بيقابل هورويتس وبيزعقله، وهورويتس بيرمي كل حاجة على ريتشل، وسالازار بيقول اقتلوها، لكن هورويتس بيفهمه إنها مأمنة نفسها جامد، لو ماتت في 20 محامي مدفوعين مقدما هيكملوا شغلها، والخسائر وصلت 28 مليون في الشهر. فهورويتس بيقوله لازم نتفاوض، لكن ريتشل لسه ما وصلتش لأخطر حتة في شغله، فهم فاكرين نفسهم في أمان. والمفاجأة بقى إن برونكو كان زارع ميكروفون في مكتب هورويتس، وريتشل سمع كل أسراره. ومن هنا بتعرف عن وولف جانج المحاسب بتاع سالازار، واللي بيكون ماسك الإمبراطورية المالية كلها ومخبي الفلوس في شركات وهمية في جدة
وولف جانج عامل حفلة، وسيد بيدخل متنكر كمستثمر غني وبيلعب معاه طاولة وبيكسب كل مرة عشان بيستخدم زهر مخصوص، لكنه بيرفض ياخد الفلوس. وولف جانج بيشك فيه وبيتحداه، وسيد بيكسب تاني، وبعدها بيطلب يلعب على 10 دولار وبيخسر قصد، وبيقوله مش معايا كاش، هبعتلك هدية. وفعلا بيوصل له صندوق فيه تمثال شبه اللي في مجموعته، والأوضة بتاعته فيها جدار ناري مستحيل حد يخترقه، والكمبيوتر مش هيتهكر غير لو الجهاز قريب منه. عشان كده التمثال كان فيه جهاز تجسس. وهنا جلوفر الهاكر بتاع ريتشل بيدخل على كل حاجة عنده بسهولة، وفي كام يوم بس ريتشل بتاخد موافقة من المحكمة على أوامر حجز دولية، وهورويتس بيكلمها وبيعرض 300 مليون، لكن هي بترفض وبتقوله عايزة أقابل سالازار شخصيا، وبتقفل في وشه، وهي متوقعة المقابلة هتكون في الجزيرة. فبتبعت الفريق يجهز، وبرونكو بيجيب إسعاف وعربية شرطة وعربيات كتير للهروب وكمان أسلحة، وبيعملوا بيت آمن في أبعد حتة في الجزيرة جنب 3 نقط هروب وفي أنفاق قديمة سالازار ممكن يقابلها في الفندق أو الفيلا. فبيخططوا لكل الطرق، ومش هيقدروا يستخدموا هليكوبتر عشان سالازار مسيطر على الجو، فبيجيبوا طيارات جيروكوبتر صغيرة مش بتتشاف. أول طريق في المدينة العربية بتتزنق في الزحمة، فبيجربوا بالموتوسيكلات وبيجروا بسرعة مجنونة، والشرطة بتجري وراهم وبيهربوا منهم، وبينطوا في مصرف المطر والشرطة مش بتعرف تدخل وراهم، وبيوصلوا لنقطة الهروب الشرقية. تاني طريق الجيروكوبتر بتاخد وقت طويل في التجهيز، فسيد وبرونكو بيخلوا الرجالة يتمرنوا لحد ما يجهزوا في 3 دقايق بس. تالت طريق في الغرب في نفق يطلعهم من الفيلا، بس الوادي مفهوش طريق، فبرونكو بيعمل حبل انزلاق زيبلاين بيعديهم الناحية التانية عشان في عربيات صحراوية مستخبية. وللأيام اللي بعدها الفريق بيتمرن كل الطرق دي كل يوم، وكمان على الضرب وهم راكبين موتوسيكلات وعلى أهداف متحركة، وبيدفنوا ألغام في الطرق، وبيعملوا فخ اسمه فطيرة الموز، وده باب مخفي في الأرض بيبلع أي عربية تطاردهم. نروح للفندق، سيد وبرونكو بيعملوا نفسهم سياح، وبرونكو بيمثل إنه عنده أزمة قلبية، والمديرة بتيجي تشوفه وهو بيسرق المفتاح الماستر بتاعها أو المفتاح الرئيسي، وسيد بيقول لها ده بس سكره واطي وعايز حاجة مسكرة. وجوتشي بيقطع الكاميرات وبيدخلوا البنت هاوس يزرعوا ميكروفونات، وبعدها بيحطوا أجهزة تعطيل مواتير تحت كل عربيات الشرطة اللي في المدينة. وعشان يعرفوا السجن، سيد بيطلق على نفسه كحول وبيعمل نفسه سكران وبيزعق وبيعمل حمام في الشارع لحد ما الشرطة بتقبض عليه. ولما بيخرج بيقول لبرونكو على كل الكاميرات وعدد العساكر والأسلحة، والتكنولوجيا هناك تعبانة جدا لدرجة إنه بيفتح بوابة السجن بتليفونه. وبيرجعوا البيت الآمن اللي في الجزيرة عشان يخططوا لطريق هروب من السجن كمان. وسيد بيلمح أولسن بيراقبهم من بعيد، فبيشتموا بعض بالإشارات. ولما كل حاجة بتبقى جاهزة، ريتشل بترجع المحكمة وبتاخد موافقة على حجز ممتلكات سالازار الشخصية، والطيارة الخاصة بتتحجز بالقانون الدولي، واليخت بيتحجز بالقانون البحري. سالازار بيكلم هورويتس بيزعق له وبيقول له أنا خلاص زهقت من المحاكم، عايز أقابل ريتشل. ولما ريتشل بتوصل الجزيرة، سيد بيستقبلها بعربية وبيديها ساعة، لو داست على الزرار الفريق هيعرف مكانها. وهي بتفكر ليه برونكو وسيد مخلصين ليها، عشان من 100 شغلانة فاتت هي هربتهم من سجن في تشينج ماي. وفي الطريق سيد بيلاحظ إن في حد ماشي وراهم، بس بيطنش عشان ما يعملش مشكلة. في نفس الوقت سالازار بيوصل الفندق وبيخطط، وجوتشي سامع كل حاجة من الميكروفونات، بس الإشارة بتبدأ تقطع. ريتشل بتدخل الاجتماع ومعاها برونكو وسيد كحرس شخصي، وسالازار بيعرض 350 مليون، هي بتقوله لأ، بيرفعها 400، وهي برضه مش موافقة وعايزة المليار كامل، فبيطردها. وفي العربية ريتشل بتكلم جلوفر وبتقوله عايزة ورقة ضغط أكبر، وبتكون متضايقة، فبتقول لهم ندخل نشرب حاجة في كافيه. وفي ثواني جوتشي بيشوف على الدرون عربيات كتير بتقرب من الكافيه، 2 بيدخلوا يقعدوا ورا والفريق عارفهم من الفندق، و2 تانيين بيقربوا للبار، و2 واقفين بره. برونكو بياخد فوطة من الجرسون وبيغطي حجره عشان يجهز مسدسه، وسيد بيدخل من الباب الخلفي ومسدسه مستخبي تحت الجاكيت. ولما عربيات تانية بتوصل، برونكو بيبص للرجالة اللي قاعدين، الجرسون بيلاحظ وبيجري، وساعتها برونكو بيضرب ال2 اللي ورا بسرعة. وفي المطبخ سيد بيقتل واحد تاني، وبيكر بيخلص على اللي عند البار. جوتشي بيأكد إن الباب الخلفي فاضي، فبرونكو بياخد ريتشل ويخرجها، والباقي بيضربوا نار على البلطجية اللي في العربية. وفي دقايق كل اللي قدام بيموتوا، وفجأة 2 على سكوتر بيظهروا
وجوتشي بيبلغ برونكو اللي بيخلص عليهم هو كمان، والفريق بيتقسم على عربيات وبيهربوا من غير ولا خدش. بعدها أولسن بيبلغ ساليزار إن الخطة فشلت، ولما هورويتس بيعرف إن ساليزار حاول يقتل ريتشل بيتجنن وبيقوله أنت وقعت في الفخ، دلوقتي هي هتطلب أمر طوارئ وكل شغلك الخطر هيتفتش. ساليزار بيكلم وولف جانج فورا، وفي نفس اللحظة جلوفر بيبلغ ريتشل إن ساليزار بيحرك أصوله عشان مرعوب، وريتشل بتقوله اربط الأصول بالشركات المخفية وحطها باسمه واقفلها كلها. وهي مستنية في البيت الآمن، الفريق القانوني بياخد موافقات حجز دولية، وشركة ورا التانية من شركات ساليزار بتتجمد وتتصادر وفلوسه بتتبخر. ساليزار بيشك إن في تسريب، رجالته بيفتشوا مكتب وولف جانج وبيلاقوا الجهاز، بس بعد فوات الأوان. بعدها ريتشل بتطلب لاجتماع تاني، ساليزار بيعرض عليها 800 مليون، لكن هي عايزة المليار كامل، وبتهدده إنها هتبعت كل المعلومات للمستثمرين اللي نصب عليهم قبل كده، ودول هيطالبوا ب5 مليار مش واحد. وساليزار ما بيبقاش قدامه حل غير إنه يوافق، وبيقول لهورويتس يدفع لها، وبيطرده في ساعتها. وهي خارجة من الفندق بتكلم بوبي وبتديها الخبر الكبير. وبعد 3 شهور ريتشل في منتجع في الصحراء بتحاول تكلم بوبي عشان لسه ما دفعتلهاش، وبوبي مش بترد. وفجأة بتشوف عربية بتقرب، بتكلم الحارس بتاعها ما بيردش، والمساعدة بتقول ما شفتهوش، فبتنزل تدور عليه وبتلاقيه ميت على الرملة. بتترعب وبتجري على الخيمة، بتلاقي المساعدة ميتة هي كمان، والعربية بتقف وأولسن هو اللي نازل منها، وريتشل بتدوس على زرار الساعة قبل ما ياخدها. بالليل برونكو وسيد بيقتحموا مكتب بوبي، بيقولوا لها ساليزار خطف ريتشل، وهي بتقول لهم الخارجية والشرطة الأسبانية شغالين. هما بيهزقوها وبيقولوا لها لازم تدفعي ديونك. وفي نفس الوقت ساليزار بيزور ريتشل في السجن، هو لسه ما رجعش أصوله ومتغاظ من جولدستين، فخطف حاجة غالية عليهم عشان يساومهم، لكن ريتشل بتفهمه إنها هي كمان ما قبضتش، وجولدستين مش فارق معاه فهي ملهاش قيمة. وساليزار بيقول لها لازم تجبري جولدستين ينفذ الاتفاق وإلا هقتلك. بعدها الفريق بيوصل الجزيرة وبيتأكدوا إن كل الفخاخ والعربيات لسه في مكانها عشان ينقذوها. الفريق بيتقسم، برونكو وسيد لابسين لبس شرطة وبيركبوا عربية شرطة وبيدخلوا القسم عادي، وبيتسللوا المخزن السلاح، بيكتفوا عسكري وبيسرقوا سلاح، وبعدين بيروحوا للزنازين يضربوا العساكر اللي هناك ويقفلوا عليهم، وبيدوا المفاتيح لريتشل عشان تخرج وهي مستخبية. هما بيروحوا المكتب الرئيسي وبيخلوا كل الضباط يستسلموا بالتهديد وبياخدوا سلاحهم، وفجأة 5 عساكر تانيين بيدخلوا. سيد بيقول لهم ما تتحركوش، لكنهم بيمدوا ايديهم على السلاح، فسيد وبرونكو بيفتحوا عليهم نار وبيقتلوهم كلهم. عربيات شرطة تانية بتحاصر القسم، فبيكر بيفكر حتة في الحيطة من ورا عشان ريتشل وسيد وبرونكو يهربوا، والفريق بيتجمع بره وبيهربوا بعربية، والشرطة وراهم بعربيات كتير. المطاردة بتبقى في الريف على الطريق اللي اتمرنوا عليه عشرات المرات، وعربيتهم بتتضرب جامد، فسيد بيفعل الألغام اللي دفنوها، وعربيات الشرطة بتتعطل من الانفجارات، بس بيبعتوا درون تفضل وراهم. عند نقطة الإخلاء الجيروكوبتر جاهزة، لكن للأسف الدرون بترمي قنبلة وبتفجر المبنى بالطيارات كلها، وواحد من الرجالة جوه. في العربية ريتشل مغطية ودانها، والرجالة بيضربوا نار على العربية اللي جاية وبيقتلوا معظم اللي فيها، وسيد بيضرب تانك بنزين وبيعمل انفجار كبير بيخلص على الباقي. بعدها الفريق بيتقسم عربية وموتوسيكلين وبياخدوا طريق الهروب تاني، و3 عربيات عدو بيجوا وراهم. الموتوسيكلات بتلف من وراهم وتضرب نار، وعربية منهم بتعمل حادثة، وبرونكو مستخبي بين الشجر وبيفتح فخ في طيرة الموز، والعربية التانية بتقع في لحظتها. وبعدين بيطلع مع الموتوسيكلات يخلصوا على العربية التالتة وبيكملوا هروبهم. عند البيت الآمن الفريق بياخد مواقع وبيطلع درون، وعربيتين بيدوسوا على المسامير وبيكملوا على رجليهم، وعربيتين تانيين جايين من الناحية التانية، وبيكر بيفجر الألغام بس بيوقع عربية واحدة بس، فالفريق بيفتح نار على الباقي، ومعركة ضرب نار عنيفة بتحصل والبيت بيتدمر. وأثناء الضرب بيكر بيجهز متفجرات وبيفتح باب النفق، وأول ما يبقى فيه فرصة الفريق بيبدأ يتحرك واحد ورا التاني في النفق، وجوتشي بيطلع الأول وبيجهز الزيب لاين، ولازم حد يفضل ورا يفجر، فبيكر بيتخانق مع برونكو وبيقنعه يسيبه ويمشي. بعد ما برونكو وسيد بياخدوا ريتشل في النفق بيمشوا بالموتوسيكلات، وفي البيت بيكر بيرمي قنبلة غاز وبيفضل يضرب أي حد يدخل، وبرونكو في السماعة عمال يقول له تعالى لكنه بيطنش. ولما كل الأعداء يقربوا بيكر بيفجر البيت كله. كام واحد بيهربوا
وبيلاقوا التلاتة على الزيب لاين. سيد وبرونكو اللي بيبطلوا ضرب عشان يغطوهم لحد ما يعدوا بسلام، وبعدها بيركبوا عربيات صحراوية وبيجروا على المرسى. وهناك بيكون الفريق بيجهز المركب، وفجأة أولسن بيظهر بهليكوبتر وبيضرب عليهم نار، وبرونكو بيرد عليه وسيد سايق بأقصى سرعة. محدش بيصيب التاني، وأولسن بيغير لسلاح أقوى وبيضرب الأرض بتعمل انفجارات صغيرة، فالعربية الصحراوية بتستخبى جوه مبنى. لكن برونكو وسيد معاهم قاذف صواريخ، وأول ما الهليكوبتر بتبان في الشباك بيضربوها على طول وبتقع على الشط وبتنفجر، وأولسن بيموت. بعدها الفريق أخيرا بياخد ريتشل بالمركب بره الجزيرة، بس سيد وبرونكو بيفضلوا عشان مهمة أخيرة. بعد شوية الاتنين بيتسللوا لبيت ساليزار متنكرين المسعفين وبيخدروا حارس، ولما ساليزار بيلاقيهم برونكو بيديله حقنة منوم وبيحطوه على نقالة كأنه مريض وبياخدوه في الإسعاف. وعشان يهربوا من المدينة بيلفوه في بلاستيك وبيحطوه في عربية نقل صغيرة وبيمشوا بيه في مصرف المطر، وبتكون في مركب مستنياهم على الشط. بعدها بفترة السلطات في ميامي بتلاقي كونتينر شحن وفيه ساليزار جوه، وفي نفس الوقت ريتشل بتزور بوبي اللي فاكرة إن ساليزار اختفى، وريتشل بتأكد إنها اتدفعت يعني أخدت حقها، وبتقول لها شكلك ضحكتي عليا وحجزتي أصول ساليزار. ودلوقتي لما البوليس بقى معاه ساليزار هيقول لهم إن جولدستين كان بيمول إمبراطوريته الإجرامية، وجولدستين هيلبسها لك انتي. بعد ما ريتشل بتمشي جولدستين بيجيله تليفون مرعب، وبيبقى واضح إن المصيبة كلها هتقع على دماغه بعد ما ساليزار بقى في إيد السلطات. الفيلم بيعلمنا إن اللي بيلعب بالنار في الآخر النار بتحرقه هو، وإن الفلوس الحرام عمرها ما بتدوم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في قناة الخلاصة فيلم عشان يوصلك كل جديد. أشوفك الفيلم الجاي. سلام.